في أحد الأيام من هذا السنة كنت جالس في قاعة التسجيل وفي قدامي طالب محتار بين تخصصين، الطب البشري والمحاسبة. سألته وقلت له مالك متردد؟ قال والله يا أخي ما فيش هذا الأيام تخصص يجيب فلوس إلا الطب البشري، وما فيش تخصص يحترم هذه إلا المحاسبة. قلت له طيب وأنت؟ كان أنا والله كنت الشكون قاضي. وفي الأخير يعلم الله من رضا نفسه ولا أبوه ولا الفلوس. ومن هنا عرفنا ماذا كان يقصد ميلان كونديرا عندما قال المأساة لا تحدث عندما يكون هناك صراع بين الخير والشر، بل عندما يتصارع الخير مع الخير. وإحنا في اليمن صراعنا مش بين تخصص مفيد وتخصص فاضي، صراعنا بين الحلم والراتب. يعني حتى لما تختار الصح تضطر تعيش الخطأ. في مجتمعنا التخصص مش اختيار، هو إرث عائلي زي الأرض والسيارة. يكون الجد قال أنا نفسي أطلع دكتور، فالأب يضرب بصدره ويقول لا تهم ابني بيكمل المشوار، والولد صار يحقق حلم واحد مات من 30 سنة. توفيق الحكيم كتب زمان أن الدراسة في الوطن العربي مثل مصنع ينتج نسخا متطابقة من البشر. بس في اليمن حتى مصنع هذا خربان، يعني يطلع لك نسخ مش متطابقة ولا حتى نافعة. وفي مقولة بيقولها لي أحد الأصدقاء أنه الإنسان اليمني ليس لديه رفاهية الاختيار. اسمعني يا برو، لا تهم ولا شيء بيجيب لك الحل. سقراط قال لك اعرف نفسك، يعني انه لما يكون معك حلم خاص فيك انت، لا ابوك ولا حتى المجتمع ولا حتى الظروف بتقدر تصممك تختار تخصص ثاني. انت الوحيد الذي بيختار تخصصه ويختار مستقبله حتى. بس اذا ما فيش عندك حلم بضمن لك انك بتعيش حياه مش احسن حاجه، بتكون مسير. وفي الاخير هذا كله توفيق رب العالمين. يعني كيف توفيق رب العالمين؟ بقول لك كيف، يعني كل فكره اودعها الله عز وجل في عقلك هو يشتيك انك تحققها. تفكر بحلمك وتتبع حلمك وتذكر انه كل شيء توفيق رب العالمين. بنتكلم عن أنا شخصيا الفكرة هذه جت لي من بعض الأحداث المتضاربة اللي حصلت أمامي حول الموضوع هذا والتخصصات الذي نعملها إنه من الآن ممكن نفعل سلسلة نتكلم فيها على هذا الموضوع بشكل عام. بيكون هناك سكتشات ساخرة، بيكون شيء يعني حاجة خيرة داخلنا على عالم اليوتيوب. أول فيديو متواضع هكذا شوية نوصل رسالة زيد إنه يعني في السلسلة هذه إنه كيف تختار تخصصك، أو بالأصل كيف تعرف حلمك. لأنه أكثر الأشخاص الموجودين معي هو بيقول يعني إيش هو حلمك، يقول لك مش عارف. الأشخاص موجودين مش عارفين إيش أحلامهم، حتى أعمارهم من 20 من 25 ومن 30 سنة. فالحلم هو الأساس بين كل هذه الحاجات. الحلم إذا كان لديك حلم فأنت تبدأ تبني طريقك بناء على هذا الحلم. تبدأ تفعل خطة 5 خطة 10 يعني 5 سنين 10 سنين، خطة شهرية حتى خطة يومية، وتبدأ تفعل روتينات معينة علشان توصلك إلى هذا الطريق أو إلى هذا الحلم. طيب أنا فصلت طرحكم المشغالة على تصل اللايك والاشتراك والشير وغيره من الأمور التالية. كتب الله أجركم وأنا بكم الأمة. هذا اللمبة صلوا على السلامة.